السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة النهاردة للناس اللي عندها خلاط في راسها. فلو عندك خلاط شغال في راسك، تعال اقولك ازاي ترتب افكارك وتبدأ على نظافة بدون ضغط عصبي او ارهاق ذهني. ويلا بينا نبدأ. بسبب ضغوطات الحياة وتسارع الزمن والمسؤوليات الكتيرة، كلنا بقينا ماشيين براس كبيرة، واللي في أي وقت ممكن تنفجر في أقرب الناس لينا في صورة عصبية أو غضب أو كلمة جارحة. وعشان الأفكار دي بتبقى مش مترتبة ومتشابكة، بنحس إننا تايهين ومحتاجين حد يساعدنا. بس الموضوع بسيط، اعتبر أفكارك خيوط متشابكة، والورقة والقلم هنعتبرها الحاجات اللي هتفك الخيوط دي من بعض. فهنكتب كل اللي عايزين نعمله في شكل نقاط 1 2 3، وبعدين هنقسم خانات: مستعجل وهام ويمكن الاستغناء عنه. فلو نفترض ان اللي بيدور في ذهنك انك تخلص ورق شغل مطلوب منك، وتوصل زوجتك للدكتور، وتغير لمبة البلكونة، وتقابل صحابك اللي متفق معاهم انك تقابلهم. اكيد الخلاط بيبقى فيه اكتر من كده، بس على سبيل المثال. فحضرتك لو حد جه ناقشك وانت بتفكر في كل ده مرة واحدة، وارد قوي انك تتعصب عليه بدون اي داعي. لكن لو حضرتك جبت ورقة وقلم وقسمت التقسيمة اللي فوق، وحطيت مستعجل تخليص اوراق الشغل، والهام توصيل الزوجة للدكتور، وتغيير لمبة البلكونة، ومقابلة الاصدقاء ممكن الاستغناء عنه في الوقت الحالي، هتحس انك بقيت احسن كتير. الافكار المتشابكة لما بتتكتب بتترتب، وبالتالي بيقل الضغط العصبي عليك كتير. الطريقة دي مجربة وبتسهل تنفيذ المهام جدا، وممكن تعلم طفلك الطريقة دي حتى لو عملت له مهام يومه بطريقة لوحة الصور. طريقة شفت حد عاملها وعجبتني جدا، حقيقي بتخلي الأطفال أقل توتر، لأن الطفل لما بيبقى عارف روتينه وحدوده بيبقى أهدى كتير، وبيسهل عليك طلب الأوامر، لأن معظم الأوامر هو عارفها وهيحب ينفذها عشان تبقى على شكل لعبة. وبس كده، يا رب أكون قدرت أفيدكم. مع السلامة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم